المشهد الآن. يا رب الحلقة تعجبكم. منور الدنيا يا فندم. اهلا وسهلا. انا بتشرف جدا بهذا اللقاء الغير متوقع على الاطلاق، لكن انا سعيد جدا بمقابلتي مع الاستاذ محمود الفنان اللي هو بيقدمنا بصوره طيبه كده، ودي حاجه احنا متعودين عليها من الفنانين الاصلاء، فهذا فنان اصيل. فكل اللي انا هقوله بس ان انا شرفني. انا اسمي محمود رزق علي، انا شاعر عاميه ومشهور في الساحات المصريه كلها باني شاعر وطني، بس انا بجانب الوطني انا كاتب نقد اجتماعي معقول يعني كده، وكاتب عن الجيش المصري، وكاتب عن البطل احمد كمال المنصوري الطيار اللي هو لقب من خلال او من قبل اسرائيل نفسها اثناء الحرب، وهو كان لسه ملازم اول بدبورتين بانه المجنون، سموه المجنون، وخد تقريبا ادوا له جوائز، ومشهور جدا في امريكا الحمد لله. فانا كاتب عن كل الحاجات اللي هي بتمس الشعب المصري والناس البسطاء، وكاتب كمان على الطبقه الثالثه اللي بيستهتروا بيها بعض الناس. فلو يسمح لي الاستاذ محمود اي حاجه يختارها من اللي انا قلته ده، هو عنده اوبن بوفيه يختار اللي هو عايزه وانا تحت امره. لا احنا هنسمع الحاجه اللي هي ايه، الطبقه الثالثه اللي هي يعتبر عامه الشعب المصري وعامه الشعوب العربيه اصلا، بيعتبر من اللي هم ايه الفئه المتوسطه وتحت المتوسطه. فدي اللي عايزين نوصل لها. وعايزين برضك ما ننساش قصيده اللي هي كنت كاتب اللي هي عن التلفزيون، عيد ميلاد التلفزيون، دي كانت حاجه جميله جدا. اللي احنا عايزين نرجع اصلا للتلفزيون. فاكرين التلفزيون؟ فاكرين البرامج اللي كانت بتيجي؟ فاكرين برنامج سر الارض؟ فاكرين محمد صبحي، عائله ونيس، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها دي كلها. فاحنا بنحاول يعني، اتمنى الدعم من حضراتكم ان احنا نوصل فكرتنا ونوصل المحتوى اللي احنا عايزين نقدمه لمجموعه وشريحه اكبر من الناس، تخرجنا من التخلف والتعفن الفكري اللي احنا بقينا فيه وعايشين فيه في 2025. فنسمع شاعرنا الجميل محمود رزق يتحفنا. واتمنى عيد ميلاد التلفزيون، انا احب ان انا ايه ابتدي بيها، انا عايز اختارها بصراحه، عيد ميلاد التلفزيون. انا هيشرفني والله. انا باذن الله هذه انا هعمل تمرين بسيط كده، ان انا اتفوجئت من الدكتوره منال محروس طلبت مني اكتب عن عيد ميلاد التلفزيون، وكان الوقت ما اسعفنيش خالص. كان يوم فجر الاربع، ومفروض ان انا هقولها يوم الجمعه على الهواء في القناه الثالثه، برنامج مواهب من مصر. فانا بقول ايه، انا واحد من التلامذه اللي صانوا الجميل، انا واحد من التلامذه اللي صانوا الجميل. يا تلفزيون يا مصري يا معلم كل جيل، ليك في القلوب مكانه وفي كل بيت علامه، يا اجمل ابتسامه صورتك نهار وليل، وإياك أنا فت عصري وفي حلم أنا كنت قصري، يا أغلى حلم عايش يا تلفزيون يا مصري. ولادك علمونا الحب والسلام، ورونا وفهمونا العشق والغرام والحرف والكلام. ولادك هم أنت مذيعيك المحبوبين، في ميل وميل رعونا وأجمل مخرجين، ومعاك أنا فت عصري وفي حلم أنا كنت قصري، يا أغلى حلم عايش يا تلفزيون يا مصري.